انك قضيت 20 سنه من عمرك في حرب بتقاتل وبتموت وبتعيش بالعافيه، وفي الاخر الملك بيقولك مبروك يا بطل، خد ارض كمكافاه. تفرح؟ ايوه طبعا تفرح، بس تخيل بقى انك تروح الارض دي وتلاقيها حشيش، مفيش بيت، مفيش شجر، مفيش بني ادم واحد. ده بالظبط اللي حصل مع بطلنا النهارده دياز. بس قبل ما نبدا الفيديو متنساش تصلي على النبي وتصلي، لان صلاتك اهم من الفيديو اللي تتفرج عليه. ويلا بينا نبدا الانمي. المشهد بيبدا بانمي واسع لسهول خضراء ممتده على مد النظر، ودياز البطل بتاعنا واقف وسط الحشيش ده كله وبيقول جمله كده بتلخص حالته: ارضي ما فيهاش غير حشيش. الراجل ده قعد شهر كامل في عربيه خيل ماشيه من العاصمه الملكيه، وكان مجبر على الرحله دي، يعني ما كانش بارادته الكامله انه يمشي من العاصمه ويروح للمكان ده. لما العربيه وصلت الشخص اللي كان معاه قال له بكل برود يلا انزل، وبعدين قال له كلمه كده فيها شويه تقليل: ارض تليبي يتيم طالع من تحت الارض. يعني الناس في المملكه شايفين ان دياز ده مش من اصل نبيل ولا حاجه، هو يتيم اتربى في الشارع وطلع كده بالعافيه. الراجل اللي وصله ساب له خريطه بتحدد حدود الارض بتاعته وجرد بالحاجات اللي الملك بعتها له، يعني زي كشف بالمؤن والادوات اللي المفروض يبدا بيها حياته الجديده. وبعدين قال له ان اسم السهل ده هو نيزروس، وان من النهارده اسمه بقى دياز نيزروس، يعني اخد لقب الارض بتاعته زي عاده عند النبلاء واللوردات. دياز وقف لوحده وسط السهل الفاضي ده وبدا يفكر في اللي وصله المكان ده. هو كان جندي في الحرب، وكمكافاه على شجاعته وانجازاته في المعارك الملك اداله ارض يبقى عليها لورد. بس المشكله ان الارض دي فاضيه تماما، مفيش ناس ولا مباني ولا حتى شجره واحده، كل الموجود حشيش وسول على مد البصر. دياز بدا يمشي في الارض بتاعته ويستكشفها، مشي مسافات طويله بس ملقاش اي حد ولا انسان ولا حيوان ولا حتى شجره. الحاجه الوحيده اللي فرحته ان لقى ميه نظيفه يشرب منها، وقال انه مبسوط بيها لان ايام الحرب كان بيشرب ميه طينيه وسخه. جرب ياكل من الحشيش اللي حواليه بس طعمه كان وحش خالص، فقرر انه هيستنى يومين كمان، ولو الوضع فضل زي ما هو ومفيش امل هيسيب المكان ده قبل ما يموت فيه من الجوع. خطته كانت انه يدور على اي قريه قريبه ويحاول يعيش فيها ويبقى مفيد للناس، وده عشان ينفذ وصيه اهله اللي ماتوا. وهو نايم في السهل صحى صوت بنت بتزعق فيه: انت مين؟ اصحى. ياس فتح عينيه ولقى بنت واقفه قدامه، ودي بتطلع اسمها النا. النا سالته مين هو وبيعمل ايه هنا. ياز رد عليها ببساطه: اسمي دياز، وزي ما انت شايفه كنت نايم هنا. النا استغربت وسالته ليه هو نايم في مكان زي ده، فقال لها عشان مفيش مكان تاني انام فيه. النا قالت له هو انت هبل ولا ايه؟ ودياز رد بصراحه: مش هقدر انكر ده، انا عشت حياتي كلها من غير تعليم. النا بدات تساله اسئله كتير: مين هو وليه جه هنا وايه هدفه. دياز قال لها ان تقول له يعيش هنا، وان هدفه المباشر هو انه يعيش عشان مش عايز يموت. النا اتنرفزت من اجاباته البسيطه وقالت له انا عايزه اجابات جديه. فدياز قال لها انا جد جدا. بعدين دياز حاول يديها اجابه اعمق شويه، فقال لها انا عايز انفذ وصيه اهلي وابقى مفيد للناس وعايز احمي الضعفاء، ده هدفي. النا استغربت من صراحته وسالته ليه مش بتكذب، فقال لها مفيش سبب يخليني اكذب. بعدين النا سالته سؤال مباشر: انت حليفي ولا عدوي؟ دياز استغرب من السؤال ده من واحده لسه قابلها، بس بعدين فكر وقال لنفسه استنى، دي ارضي يعني هي رعيتي وانا لورد المكان ده، وهي زعلانه اني مش بقول اني في صفها على طول. فدياز قال لها بكل ثقه انا حليفك مهما كان العدو اللي هواجهه احميكي. لحظه ما دياز قال الكلام ده حصل حاجه غريبه، ظهر ضوء ازرق قوي جدا. دياز استغرب وسال ايه الضوء ده، بس النا ما ردتش عليه، وبدل كده مسكته وقالت له اسكت وتعالى معايا. النا اخدت دياز وجري بيه لحد ما وصلوا المكان دياز ما كانش يتوقعه خالص: قريه. دياز استغرب جدا وقال قريه؟ انا امبارح لفيت المكان ده كله وما شفتهوش، ازاي ده؟ النا قالت له انه راح يقابل زعيمه القبيله. النا وصلت دياز لمول، وهي ست كبيره في السن وزعيمه قبيله الاونيكن. مول قالت لالنا من الغريب انك تجيبي حد غريب هنا، وبعدين سالتها كان في احمر؟ النا ردت عليها لا كله كان ازرق، ولما سالته لو هو حليف الازرق كان قوي جدا لما قال ايوه. مول اهتمت بالكلام ده وسالت دياز اسمك ايه يا صاحب الازرق؟ دياز قال لها اسمه. مول سالته سمعت انك حليف النا، هتبقى حليف انا كمان؟ دياز قال لها طبعا، كل الناس هنا رعيتي وانا اتبعت من الملك عشان ابقى اللورد بتاعهم. النا اتنرفزت لما سمعت كلمه الملك وكانت هتعمل حاجه، بس مول وقفتها وقالت لها ما تستعجليش احنا لسه ما خلصناش كلام. مول طلبت من دياز يحكي لها قصته من الاول خالص، ازاي الملك بعته هنا. دياز بدا يحكي قصه حياته من الاول خالص. قال ان امه كانت دايما بتقول له اعمل شغل الناس تلاقيه مفيد، وابوه كان بيقول له ابقى راجل يحمي الضعفاء، ودي كانت كمان وصيته من الاخيره قبل ما يموتوا. لما كان عنده 10 سنين اهله ماتوا في وباء. دياز لم الايتام التانيين اللي اهلهم ماتوا وبدا يكسبوا فلوس من تنظيف البلد وصيد الوحوش الضعيفه عشان المكافآت. كان بيحاول يعيش بطريقه تخلي اهله فخورين بيه. لما بقى عنده 15 سنه الحرب بدات وجيوش العدو وصلت لبلد جنبهم. دياز تطوع يبقى جندي عشان يحمي اصحابه، واكتشف ان عنده موهبه في القتال، كان بيتميز في كل معركه ويطلع بطل. الحرب استمرت 20 سنه، وبعد ما خلصت الملك كافئه بالارض دي سول نيزروس عشان يبقى لورد عليها. مول سمعت القصه كلها وقالت انها مقتنعه ان دياز لورد جد فعلا وعايز يحمي رعيته. بس بعدين سالته سؤال غريب: لو ما كناش رعيتك كنت هتبقى حليفنا برضه؟ دياز فكر وقال ايوه احنا جيران عايشين في نفس السهل، ولو عندكم مشكله اساعدكم واعتقد افضل حليفكم. بعدين دياز بدا يستغرب من السؤال ده وقال بس ليه بتسالي؟ لو عايشين في ارضي يبقى انتوا اكيد. وفجاه وقف وفهم. مول قالت له
الحقيقة احنا مش رعيتك، في الحقيقة احنا اعداء الملك بتاعك، من سنين طويلة واحنا بنحارب مملكتك. دياز اتصدم، بس مول كملت وقالت بس يمكن احنا مش اعدائك، انت ازرق نادر جدا، وده معناه اننا المفروض نقدر نتفاهم كويس. مول عرفت نفسها وهي زعيمة قبيلة الاونيكن. القبيلة دي من زمان وهي بتتخانق مع المملكة على السيادة على السهول دي. من 50 سنة الاونيكن خسروا معركة كبيرة واضطروا يهربوا من الارض. دياز سألها لو هربتوا ازاي عايشين هنا دلوقتي. مول شرحت له ان الاونيكن عندهم قرون على رؤوسهم بيخزنوا فيها طاقة سحرية وبيقدروا يعملوا بيها تعويذ مختلفة. واحدة من التعويذ دي هي الاخفاء، يقدروا يخفوا القرية بالكامل او اي اثر لوجودهم. عشان كده دياز ما شافش القرية لما كان بيلف امبارح. دياز سألها بس هل المفروض تقولي لي الكلام ده وانا تابع المملكة؟ مول قالت له لو ما كنتش ازرق ما كنتش قلت لك. وبعدين شرحت له سحر تقييم القلب، ده سحر بيقرأ نوايا الشخص. لو الشخص خطر او عنده حقد بيطلع احمر، لو مسالم من غير خطر بيطلع ابيض، ولو الشخص هيجيب فرح وبركة بيطلع ازرق، ولو كدبة بسيطة اللون كان هيميل للاحمر. بس ده ما حصلش مع دياز خالص. مول قالت له عمر ما شفت اهبل صادق للدرجة دي، لسه ماشي على وصية اهله في السن ده. دياز سألها هل ده مدح ولا ذم؟ قالت له كل اللي قلته لك مدح، وانا شخصيا بتمنى تبقى لورد ممتاز. مول عرضت على دياز صفقة، القبيلة مش هتقدر تبقى رعايته رسميا، بس هتوفر له مأوى واكل وحتى شوية مواشي. في المقابل هو ما يقولش لحد عن القرية دي ولا حتى الملك. دياز وافق وقال انا مش عندي مشكلة مع شعبك طول ما انتم مش بتتخانقوا مع المملكة، عادي تعيشوا في السهول دي. مول قررت انها تبعت ألنا مع دياز كمشرفة تعيش معاه وتعلمه ازاي يعيش في المكان ده ويتأقلم. وقتها ألنا اتصدمت ومول ردت عليها انت اللي جبتيه هنا يبقى هو مسؤوليتك لحد الاخر. فاهمة ولا مش فاهمة؟ القبيلة بنت لدياز خيمة بسرعة كبيرة. دياز استغرب من السرعة دي. أنا شرحت له ان القبيلة بتستخدم الخيم عشان لو في خطر مش هيقدروا يستخبوا منه، فبيفكوا الخيم ويهربوا بيها. القبيلة وعدته كمان باكل وماشية اللي اسمها بار. دياز ما كانش يعرف ايه هو البار، فسأل ألنا وهي ردت عليه بنبرة كده فيها شوية استعلاء، يعني خرفان. ألنا قالت له ان هو لو ربى الخرفان وكترها هتبقى مصدر دخل ثابت ليه، ووعدته انها تعلمه ازاي يعتني بيهم. دياز سألها لو تقدر تعلمه كمان ازاي يجيب رعاية اكتر. ألنا ردت عليه انا اعرف منين. وبعدين قالت له كلام منطقي، انت هتعمل ايه برعاية دلوقتي؟ عندك خيمة واحدة واكل يكفيك انت بس، لو جبت ناس اكتر هيموتوا من الجوع. دياز اعترف انها عندها حق، وألنا قالت له باين عليك مجنون. ألنا ادت دياز حاجة اسمها غبار متاني، دي بودرة لو نشرها في المكان ريحتها بتجذب الحيوانات البرية، لو اصطاد حيوانات كفاية وجاب لحمة وجلود للقرية يقدر يبدلهم ويجيب خيم اكتر. دياز فرح جدا وقال انا صياد كويس مش محتاج استخدم دماغي في الحتة دي. راح مكان بعيد شوية ونشر الغبار كله مرة واحدة من غير ما يسأل المفروض يستخدم قد ايه. هو فعلا الحيوانات جت قطيع كبير من حاجة اسمها الغزلان السوداء. دياز اتحمس وقال ده كتير، لو قدرت دول كلهم هجيب خيم كتير. اسلوب دياز في القتال بسيط جدا، غريزة وقوة غاشمة. هو بيلوح بفاس المعركة بتاعته، مفيش تكنيك ولا استراتيجية بس قوة خارقة. صاد حوالي نص القطيع، يعني حوالي 30 او 40 حيوان. بس المشكلة انه مفكرش ازاي هيشيل كل ده، قدر يشيل واحدة بس ورجع بيها. هو خايف ان ألنا هتبص له بنظرة باردة وتشتمه. بس لما دياس رجع بالغسالة السوداء ألنا شافته وفرحت جدا، وده كان اول مرة تبان مبسوطة معاه. قالت له عاش عليك، جبت غزالة سوداء من اول صيدة، ده رجولة فعلا. دياز قال لها ان دي مش الوحيدة، هو اصطاد نص القطيع بس ما قدرش يشيلهم. ألنا سألته نص القطيع يعني كام؟ قال لها حوالي 30 او 40. ألنا اتصدمت وقالت له ده مذهل جدا، انا رأيي فيك اتغير تماما. مول كمان اشادت بيه وقالت له مش وحش، اثبت رجولتك بسرعة. ألنا راحت تجيب رجالة من القرية عشان يلحقوا يجمعوا الغزلان اللي دياز صادها قبل ما الشمس تغيب. والمفاجأة انها نادته باسمه دياز لاول مرة، وده كان حاجة كبيرة عنده. مول شرحت لدياز مفهوم الرجولة عند الاونيكن. الرجولة عندهم مش شكل ولا كلام حلو، الرجولة هل الراجل شغال وهل يعتمد عليه وهل يقدر ياكل عيلته، كل الحاجات دي بتكون الرجولة. مول قالت ان الشكل الحلو والكلام الظريف مش هيعملوا بطن حد، ولو الست اتجوزت راجل مش رجولة حتى العيال هيجوعوا، يعني عندهم اي حاجة غير الرجولة ملهاش قيمة عند الست. دياز قال نظام القيم عندكم مختلف جدا عن المملكة. مول كمان لمحت لموضوع الجواز وقالت ان ألنا جميلة ومجتهدة، فلو عايز يتجوزها هدية الفرح هتبقى غالية شوية. دياز اتلخبط وقال لا 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 مش ده قصدي خالص. مول طمنته وقالت له ان الاونيكن والبشر العاديين يقدروا يخلفوا عيال عادي. دياز قال لها لا انت مش فاهماني، مش ده اللي قلقان منه اصلا. في اليوم التاني دياز صحي الصبح ولا ألنا عامله له فطار، اكل وقال لها ده لذيذ. ألنا اتكسفت شويه وقالت له ما كانش حاجه صعبه يعني. بعد الفطار ألنا سالته هيصطاد ايه النهارده. دياز بيرد عليها هو الصيد بتاع امبارح ما كانش كفايه ولا ايه. ألنا شرحت له ان لو عايز يجمع ناس في ارضه محتاج بير ميه وحمام، وعشان الحرفيين في القريه يعملوا له الحاجات دي محتاج حاجات اكتر يبدلها. دياز بيقول لها هيصطاد غزلان سودا تاني، بس ألنا قالت له لا القريه محتاجه تنوع، واقترحت عليه يصطاد وحش النهارده. شرحت له ان لحم الوحوش مش بيتاكل عشان مليان طاقه سامه، بس مخالبهم وقرونهم واحجار السحر اللي في قلوبهم بتتباع بسعر عالي. ألنا عرضت انها تروح معاه عشان تقدر تستخدم السحر بتاعها في تتبع الوحوش. دياز في الاول رفض وقال لها ان الوحوش خطيره، بس ألنا اصرت وقالت له اكيد الصيد
لما نكون اتنين احلى من لو تكون لوحدك. دياز وافق، وقبل ما يروح الصيد شفنا مشهد لطيف لدياز وهو بيعتني بالخرفان بتاعته. كان بيسرح الصوف بتاعهم وسماهم فرانسيس وفرانسيسا. قالنا قالت له ان قيمه البار في صوفهم مش لحمهم، فلازم يسرحهم كويس. رجاله من القريه جم يزوروه وجابوا له لحمه مجففه وبطاطين، وقالوا له ان الخيم الاضافيه هتتاخر شويه عشان الحرفيين مشغولين. دياز قال لهم عادي مش مستعجل، ولاحظ ان الرجاله كمان بقى يحترموه بسبب رجولته في الصيد. قالنا جت وقالت له انها جاهزه للصيد، بس دياز لاحظ ان مكياجها مختلف النهارده، يعني كلك نظر بقى. هو ما قدرش يوصف بالظبط ايه اللي مختلف، بس حس بالفرق. قالنا كانت طلبت من رجاله القريه يبصوا على البار وهي مش موجوده، وقالت لدياز انها فاضيه اليوم كله تروح معاه. قالنا استخدمت السحر بتاعها وقالت تعويذه طويله، ولقت وحش كبير. دياز راح يشوفه ولقى شكله زي سلحفه ضخمه. ده بيقول دي سلحفه. قالنا صححت له وقالت له ده تنين ارضي، وكمان بيعمل ايه هنا. دياز بكل بساطه قال تمام اجرب اضربه ضربه. قالنا اتخضت وقالت له ما تبقاش اهبل، ده تنين. بس دياز كان خلاص راح ضرب التنين بفاسه، بس التنين كان صلب جدا، الضربه ما اثرتش. حاول تاني بس التنين كان بيحمل قد ضعفه. قالنا صرخت وقالت اجري يا دياز، انك تحارب تنين ارضي لوحدك ده جنان. بس دياز رفض يجري وقال انا بفضل استنى لحد ما تخلص كل الخيارات قبل ما اجري. وفضل يضرب، واسلوبه ان لو ضربه واحده مش كفايه يضرب تاني وتالت ورابع. في وسط المعركه الفاس بتاع دياز اتكسرت، بس حصل حاجه غريبه، الفاس صلحت نفسها. دياز قال كلمه ترميم والفاس رجعت جديده. دياز شرح لقالنا ان الفاس ديت لا مع جندي اجنبي هزمه في الحرب. الجندي ده كان بيسمي نفسه شوجن. الفاس شكلها اسد وهي صلبه بشكل غير طبيعي، وبتصلح الاضرار البسيطه لوحدها مع الوقت، ولو قلت لها ترميم بترجع جديده في الحال. دياز فضل يحارب التنين بس ما قدرش يخترق درعه، وفجاه التنين عمل هجوم جديد. بس المره دي التنين ما استهدفش دياز، استهدف قالنا كانت بتتاثر من الطاقه السامه بتاعت التنين حتى وهي بعيده، وكانت بترتعش. التنين وجه هجومه ناحيتها. دياز شاف كده وقال ده بيستهدف قالنا مش انا، وبعدين قال لا مش هسمح بكده، وافتكر الوعد اللي قاله انا اقسمت مهما كان العدو اللي هواجهه احميها. دياز رمى نفسه قدام قالنا وحماه من هجوم التنين، وبقوه خارقه قدر يهزم التنين الارضي. بعد ما دياز هزم التنين وحمى قالنا ندى عليها وراح يطمن عليها. قالنا بصته وقالت له جمله ما كانش متوقعها خالص، احنا هنتجوز. دياز اتصدم، وقالنا كملت بكل جديه انا هتجوزك يعني هتجوزك، لان قالنا قررت انها عايزه تتجوز دياز بعد ما شافت رجولته الحقيقيه بانه رمى نفسه يحميها من تنين ارضي. ما تنساش تصلي على النبي وتصلي، لان صلاتك اهم من الفيديو اللي تتفرج عليه. اليوتيوب عايز بيقول لك ان الفيديوهين دول هيعجبوك، ليه ما تجربش تتفرج عليهم.